أعرف سفاح مشهور كان متخصص في قتل العيال الصغيرة بعد ما يغتصبهم، ولما الحكومة قبضت عليه وأعدمته الناس كتبت اسمه على المحلات والميكروباصات. سنة 2006 الحكومة لقت أشلاء جثة طفل جوه سرداب تحت محطة شبرا. قالوا ماشي، قضية قتل والمجني فيها طفل صغير، مش أول مرة تحصل وأكيد مش هتكون آخر مرة. لحد بعدها بكام يوم لقيوا أشلاء جثة طفل تاني في اسكندرية، وبعدها بكام يوم أشلاء جثة طفل تالت في طنطا. لا بقى، اعمل لي حملات على كل محطات القطر في كل المحافظات، لحد ما لقيوا 12 جثة طفل متقطعين أشلاء. لا، ده تشكيل عصابي، وهنا بدأت الحكومة تربط الخيوط ببعض. طريقة القتل واحدة وهي تقطيع الجثث لأشلاء، نوع القتيل واحد، كلهم أطفال في أعمار متقاربة، ومسرح الجريمة واحد. كل الحوادث حصلت في محطات قطر، يبقى القاتل إيه؟ يبقى القاتل واحد. مين هو؟ وزارة الداخلية ما سكتتش، شنت حملات على كل أوقار العيال المشردين، لغاية في حملة من الحملات قبضت على واحد اسمه بقه. كان عيل مراهق عنده 16 سنة، ما خدش وقت كتير عقبال ما اعترف انه فرد من افراد عصابة التوربيني، اللي كل همها انها تخطف العيال الصغيرة وتوديها عند المعلم التوربيني عشان يغتصبهم ويعذبهم، ولما يزهق منهم يرميهم من فوق القطر وهو بيتحرك فيدوس عليهم. رمضان عبد الرحيم منصور شاب كان عنده 27 سنة ساعة ما اتقبض عليه. رمضان بسبب ظروفه الاجتماعية اللي ما كانتش أحسن حاجة اضطر إن هو ينزل شغل وهو عنده 12 سنة. اشتغل في كافيتيريا جنب محطة القطر، المعلم بتاعها كان اسمه عبده التوربيني. بعد أول شهر شغل مع المعلم التوربيني، رمضان راح له وقال له بقول لك إيه يا معلم، أنا عايز أقبض. معلم قال له مالكش قبض عندي ياض، واللي أنت عايز تعمله اعمله. ورمضان طبعا ما سكتش عن حقه، عمل دوشة وقلق. هنا المعلم قال له عاوز فلوسك؟ تعالى معايا، احنا هنطلع فوق سطح قطر، معايا شغلانه هخلصها بعدها هديك فلوسك. رمضان طلع معاه، قام المعلم عمل ايه؟ اعتدى عليه جنسيا وبعدين رماه من فوق القطر. بس رمضان ما ماتش، حصلت له اصابات كتير، منهم عاهه مستديمه في عينيه، انه فضل احول طول حياته. بعد الحادثة دي رمضان دخل المستشفى وقعد فيها لمدة شهر، جات له حالة من الاكتئاب والعزلة بعيدة عن كل الناس. ولما خرج من المستشفى قرر ان هو لازم يكون شخصيا التوربيني ويبدأ نشاطه في خطف العيال، بس اهم شرط ان يكون عندهم 12 سنة، نفس السن اللي حصلت له فيه حادثة الاعتداء. كان بيستدرج الطفل من المحطة بالاكل والحلويات وبيقنعه ان هو عايز يوريه القطر من فوق، ومجرد ما بيطلع هو والطفل فوق القطر يبدأ يغتصبه ويعذبه وبعدين يرميه من فوق القطر وهو بيتحرك. التوربيني كان عنده عداء غير طبيعي ناحية أطفال أبرياء محدش فيهم عمل حاجة، كان بيوريهم أبشع أنواع التعذيب، لدرجة إن واحد من مساعدين التوربيني قال في تحقيقات النيابة إنه عمل حمام في بق طفل صغير قبل ما يرميه من فوق القطر. كم ضحية بقى وقعت في ايد السفاح ده؟ 32 طفل، وفي اقوال تانية 38، منهم 3 بنات والباقي كله ولاد. وطبعا من غير تفكير التوربيني اتعدم، وساعتها كانت قضية رأي عام قلبت الدنيا كلها وعملت حالة من الرعب في كل البيوت المصرية. الغريبة ان بعد تنفيذ حكم الاعدام جرايد كتير طلعت شككت في نزاهة التحقيقات وقالت ان القضية متلفقة. لا، ومش كده وبس، دول فبركوا تصريحات على لسان اهالي الضحايا بتقول ان اولادهم وقعوا من فوق القطر لوحدهم، وان التوربيني ده عيل غلبان وما عملش اي حاجة. بس يا سيدي، ومن ساعتها والناس اعتبرته بطل شعبي، اللي يخلف عيل ويسميه باسمه، واللي عنده ميكروباص يكتب عليه اسمه، واللي فتح محل اكل سمى اكبر سندوتش عنده بعبده التوربيني. في اخبار انتشرت الفتره اللي فاتت انه هيتعمل مسلسل بيحكي قصه حياه التوربيني، واللي هيعمل دور البطوله الفنان احمد مكي. طب كده عندنا احمد فهمي وعمل سفاح الجيزه، واحمد السقا وعمل منصور حفني في الجزيره، واحمد مكي هو يعمل قصه التوربيني. انا بقى اعمل ايه عشان احمد عز يعمل قصه حياتي؟